أنا لولو، قطة بيضة وناعمة، بحب الشمس والأكل والتمشية على السور. لكن حياتي اتشقلبت في لحظة واحدة. كنت ماشية في الحارة كيوت كده وبلف بديلي، لقيت دايرة سودة مرسومة على الأرض فيها ريحة بخور غريبة خارجة منها. وطبعا أنا قطة ما عنديش مانع أدوق ودوست. وهنا كل ما أفتح بقي أعمل مياو يطلع صوت غراب. كل ما أشوف أكلة تتحول لخيار، وكل ما أنام أحلم إني كلب. رحت الأم مش قطة كبيرة بتفهم في العلوم، قالت لي يا بنتي يا لولو، ده سحر اسود من ايام الفراعنه، لازم تلاقي اللي كتب اسمك على ورقه جوه الدايره. ومن هنا بدأت رحلة انتقامي من اللي عمل فيا كده. بس اولا لازم ابل ريقي. حد يشيل الخيار ده من وشي بقى. فضلت الف في الحاره ادور على الورقه الملعونه اللي فيها اسمي، واخيرا لقيتها. كانت مدفونه تحت طبق كشري ورا محل عم سيد. طلعتها وبصيت عليها، لقيت مكتوب لولو، قطة بتاكل أكل من غير إذني، العقاب صوت غراب وخيار للأبد. مين اللي كتب ده؟ ببص حواليا لقيت مش قط مشاغب من أيام الحضانة، واقف بيضحك بصوت عالي. قال لي انا بس كنت بهزر، ما كنتش متخيل السحر يشتغل بجد. رحت نط عليه وعضيته بديله وهو يصرخ ويقول انا كنت بلعب بس. مش ظهرت فجأة وقالت الورقة اتحرقت والسحر راح، لكن خدي بالك ما تدوسيش على حاجة مش ليكي تاني. رجعت لطبيعتي أخيرا، صوتي بقى مياو تاني والخيار بقى سلطة. ومن يومها اتعلمت الدرس، ما تدوسيش على حاجة مش بتاعتك، خاصة لو ريحتها شبه حرق اللبان.